الكاتب الجميل ابن الناس عمرو منتصر بيقول في إحدى مقالاته: زمان كانوا أهلي بيقولولي لما تيجي تصاحب أو تكسب معارف جديدة، حتى لما تيجي تختار شريكة حياتك، حاول تدور على ولاد الناس. وأنا حقيقي ما كنتش فاهم يعني إيه ولاد ناس. هل مثلا الناس الأغنياء اللي معاهم فلوس، ولا الناس اللي مستواها الثقافي عالي، ولا الناس اللي عندهم سلطة ونفوذ؟ لكن لما كبرت عرفت ابن الناس بالمعنى الحقيقي. ابن الناس يعني إنسان أهله ربوه صح، ناس تعرف الأصول وأصلهم نضيف. فرق كبير قوي بين اللي معاه فلوس وابن الناس. ولاد الناس تحس إنهم خليط ما بين الأدب والأخلاق، على التربية المحترمة والطيبة والجدعنة. بيلبس حلو جدا، لكن مش شرط يكون اللبس ده غالي أو ماركة. بيتكلم بشياكة، مع إنه ممكن يكون اتعلم في مدارس عادية. بيراعي اللي قدامه، حسيس جدا مع الناس، اتربى على احترام الكبير، لا عمره على صوته عليهم ولا بجح فيهم. وفي صفة مهمة جدا بتجمع ولاد الناس بس، إنهم وقت الخصومة أو المشكلة محترمين، ما بيطلعش منهم غير الخير. ولاد الناس مهما دوست عليهم ما يطلعش منهم غير الأصول. عمر حد فيهم ما يجيب لك سيرة زلة انت عملتها قدامه. عمره ما يفضح سر حكيتهوله قبل كده أو استأمنته عليه. ابن الناس لما بيزعل بيراعي السنين والعشرة، وأقصى حاجة ممكن يعملها إنه يبعد علشان لا يأذي ولا يتأذي. ابن الناس بيحافظ جدا على كرامته، وعمره ما يقبل الإهانة. وخدوا بالكم جدا من الحتة دي. ممكن ما تعرفش ابن الناس وسط الناس العادية، لكن الأكيد هتعرفهم في الأيام الصعبة والمواقف الوحشة. هتعرفهم وقت الخناق والمشاكل، وهتقدر تفرقهم من وسط مليون واحد. دوروا على ولاد الناس في اللي حواليكم، وحافظوا عليهم واشتروهم بكل اللي تقدروا عليه، علشان الناس دي قيمتها غالية جدا. إلى اللقاء. في شهر مارس 2018 مريت بظروف صعبة جدا، لدرجة إن كان عندي أرق، مش عارف أنام، ماليش نفس لأي حاجة. خسيت في الوقت ده حوالي 12 كيلو، حتى الراجل اللي بيصورني ده يشهد على كلامي. بدأ الموضوع يظهر على ملامحي، لحد ما قابلت واحد صاحبي لاحظ. قال لي: مالك يا محمد؟ بقالك فترة مش مظبوط. قلت له: ادعيلي، لأني بمر بظروف صعبة لدرجة إني بنام بالعافية. رد وقال لي: اتكلم مع ربنا لحد ما عينيك تروح في النوم. في الوقت ده أخدت كلامه كنوع من أنواع جبر الخواطر، لكن لما روحت وقعدت على السرير لقيت كلامه بيرن في وداني: كلم ربنا لحد ما عينيك تروح في النوم. وفعلا قعدت أكلم ربنا لحد ما نمت، لكن المرة دي كنت مطمن وحاسس إني مرتاح. لقيت نفسي مش بكلم ربنا في وقت الصلاة بس، ده أنا بكلمه في سري، وأنا ماشي، وأنا قاعد لوحدي، وأنا مسافر، بستخيره وبحكيله عن اللي جوايا وعن اللي واجعني. بقوله عن الضغوط اللي بمر بيها، بستغفره عن أي تصرف اتصرفته غلط. بدعيله بتفاصيل صغيرة لو حد سمعها هيستغرب. ومع الوقت لقيت نفسي برتاح، والضيقة والخنقة بتروح، والدنيا بدأت تنور في وشي، لحد ما الأمور رجعت أحسن من الأول. فكونك إنك تكلم ربنا وتحكيله عن اللي جواك وعن الضغوط اللي انت فيها، عن فلان اللي مزعلك وعن فلانة اللي بتحبها، عن أحلامك وطموحاتك، وتستغفره وتدعيله،
ودايما خليك فاكر الآية اللي بتقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إلى اللقاء. صدقني اللي حصل معاك ده ما كانش صدفة، ما كانش صدفة إن ربنا يختبرك بتجربة صعبة فتصلي وتدعي كتير إن ربنا يهونها عليك. ما كانش صدفة إنك تضيع حاجة منك علشان ربنا يكتب لك الأحسن. ولما وقعت في ورطة دي ما كانش صدفة، ده ربنا بس كان بيكشف لك ناس حواليك خاب ظنك فيهم. ما كانتش صدفة إنك تلاقي رسائل بطريقة غير مباشرة تكون طبطبة من ربنا عليك، فتعرف إنه بعتها ليك علشان يقولك أنا معاك، ما تخافش، اطمن. ما كانتش صدفة لما دموعك تنزل طول اليوم وما تعرفش تنام من كتر وجع القلب وربنا يهون عليك. كل الحاجات دي ما كانتش صدف، دي مواعيد ربنا مقدرها علشان تصبر وتلجأ له في عز ضيقتك، وتثق إنه الوحيد اللي هينجيك منها ويفرحك ويعوضك خير. وما تنساش إن ربنا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما تقلقش، انت قدها يا بطل. إلى اللقاء. في شوية نقط كده عايزين نحطها على جنب ونخلي بالنا منها. ما ينفعش نكون قاعدين حاطين رجل على رجل قدام شخص كبير. ما ينفعش ناكل لبان في أماكن رسمية أو شغل أو مكان عمل، ساعتها هننزل من نظر الناس. ما ينفعش نضحك بصوت عالي ملفت في أماكن عامة، وما يصحش إننا نتكلم مع حد وإحنا باصين في موبايلاتنا ومش مديله احترام كافي. كلمة من فضلك ولو سمحت وشكرا تتقال لكل الناس اللي بيساعدونا، حتى ما بين الأزواج. كلمة حضرتك تتقال لأي حد، والاعتذار كلمة سحرية تختصر كلام كتير. الشتايم والألفاظ الخارجة هتفضل طول عمرها عيب، وما ينفعش تتقال بصوت عالي أو وسط ناس محترمة أو حتى على السوشيال ميديا، على اعتبار إن دي بقت لغة العصر. الفرق في السن لازم يراح يا جماعة، من فات قديم وتاه. هو ده اللي اتربينا عليه وهيقوينا في الزمن الصعب ده. إلى اللقاء. وبعدين لقيت نفسي بحط نفسي مكانها. هو أنا ممكن يتعمل فيا كده؟ هو أنا ممكن ابني يفضل مراته عني بعد ما ربيت وتعبت وسهرت الليالي؟ لقيت نفسي بعيد كل حساباتي من جديد. بقيت في كل موقف بحط نفسي مكانها، لدرجة إنها لاحظت وجوزي كمان لاحظ. ولما أنا اتغيرت هي كمان اتغيرت وبقت عندها زي بنتها بالظبط. فياريت كل واحدة بتسمعني تفكر بالطريقة دي وتعرف إن حماتها تعبت وسهرت وربت، وانتي كمان هيجي يوم وتبقي مكانها. فياريت تاخدوا بالكم من النقطة دي، لأن اللي هتزرعوه هو اللي هتاكلوا منه. إلى اللقاء. من طبيعة النفس البشرية إننا بنعشم بزيادة. خلينا متفقين إن العشم شيء كويس، لكن في مثل بيقول: باب العشم من اشتكى. لو بصينا في الأيام الأخيرة هنلاقي أساس معظم المشاكل أو الخلافات أو الزعل، سواء كان ما بين أصحاب أو أحباب أو أهل، هو العشم بزيادة. تلاقي الواحد من كتر ما بيعشم في اللي قدامه ممكن يجي عليه، ممكن يضيع حقه. ما هو عشمان فيك بقى وإحنا واحد والدنيا ما بيننا عادي. ومن هنا تبدأ نقطة الخلاف، لأن الشخص المعشوم فيه أكيد عنده حد معين، أكيد عنده شخصية وما يحبش حد يتعداها.
عايز يقولك انت حبيبي بس كفاية عشم بقى. وده غالبا ما بيحصلش، لأن أكتر الأشخاص اللي بيتعشم فيهم هم أصحاب الطبقة الهادية اللي لا بيعرف يعترض ولا بيعرف يكسف حد ولا بيعرف يقول لأ. العشم حلو وطبعا مطلوب، ويمكن يكون سبب إن في مصالح كتير بتخلص، بس بلاش عشم زيادة. لازم نفرق ما بين العشم والطمع والفضول، لأن في مرحلة كده بيبقى فيها العشم مكروه جدا، فبلاش تخلي اللي قدامك يوصل للمرحلة دي، لأن غالبا مش هتعرف تتعامل معاه تاني. وعلى رأي المثل، إن كان حبيبك عسل. إلى اللقاء. ما تبعدوش عن حد بتحبوه، ما تفرطوش في حد محتاج لكم ومحتاج لوجودكم معاه. ما تقسوش على بعض، قربوا من بعض على قد ما تقدروا. اسرقوا لحظات حلوة من الدنيا قبل ما الدنيا تسرقكم. لو ما بينكم حب بلاش تضيعوه. لو زعلانين من بعض اتعاتبوا اتخانقوا، لكن ما تخسروش بعض. العمر ما فيهوش وقت تضيعوه في الفراق، واللي بيروح ما بيرجعش تاني. الدنيا ماهيش مضمونة، والموت ما بيستناش حد. الحقوا اللي فاضل منكم قبل ما الشمس تغيب. حبوا بعض وحبوا تفاصيل بعض، خناقكم وعتابكم ومشاكلكم، واشبعوا من بعض قبل فوات الأوان. إلى اللقاء. زمان لما كان يجي لقطة مش كويسة في فيلم كنا نغمي عيوننا من كتر الكسوف. لما كان حد يموت من قرايبنا أو جيراننا نطفي التلفزيون بالشهور ونعتبرها عيبة لما نفتحه. لو شفنا المدرس بتاعنا ماشي في شارع كنا نلف من الشارع التاني بسرعة من كتر احترامنا ليه. المصروف وقتها كان ربع جنيه أو نص جنيه، وكان بيجيب كل حاجة نفسنا فيها. ما كانش فيه وقتها نت أو موبايلات، والسؤال وقتها كان بالزيارات في البيوت اللي ما بتتقطعش، زينة رمضان وصلاة التراويح والكنافة. نتضايق لما حد يجيب حلقة الشعراوي اللي معرفناش قيمتها غير لما كبرنا. كنا غلابة بنصدق أي حاجة، لدرجة إننا كنا مصدقين إن عادل إمام هيحط صورته على الجنيه، وإنه كان هيسدد ديون مصر، ولا يوم الامتحان ووجع البطن من كتر القلق، مظاهرات المدارس علشان فلسطين. كنا طيبين، أبسط حاجة كانت بتسعدنا، سواء درس يتلغي أو مدرس يغيب، مصروف يزيد أو مصيف مع العيلة، أو لما حد يبعتنا نجيب له حاجة ويقول لنا ابقوا خدوا الباقي. كنا أطهر وأنضف، وأغلب ذنوبنا كانت صغيرة، مشاكلنا كانت قليلة وأفراحنا كانت كتير. دلوقتي خلاص كبرنا وبنفتكر الأيام دي ونبتسم وبنقول في سرنا قول للزمان ارجع يا زمان. إلى اللقاء.